يا مساء الخير اخواتي بقى، صلوا كده على النبي. وقبل ما نبدا الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت تشترك وبسرعه. الوقت طلب مني واحد نسكويك بارد، تعالوا كده اما نعمله واعلمكم بيتعمل ازاي وشغل الكافيهات، ونعمله في البيت لاطفالنا ولحبايبنا. اول حاجه هنجيب الخلاط بتاعنا وهنجيب النسكويك، وهنحط في الخلاط معلقتين من النسكويك من المعلقه الصغيره اللي انتوا شايفينها. بعد كده هنقوم جايبين بولة ايس كريم من الشوكولاته، ولو مفيش ايس كريم من الشوكولاته ممكن نستخدمه بالتلج ونكتر مكانه النسكويك شويه، والسكر هيبقى حسب الرغبه. انا هحط السكر بتاعي، هحط معلقتين سكر صغيرين. بعد كده هحط في معيار اقل من كوبايه لبن. تمام اوي كده. ودي الخامات بتاعتنا، حطينا النسكويك والايس كريم الشوكولاته واللبن والسكر هيبقى حسب الرغبه. بعد كده هنغطي وهنسيبه يتضرب لمده 10 ثواني. هو كده خلاص اتضرب وبقى تمام قوي. ايس نسكويك بارد حاجه كده عظمه، نعملها في البيت بمنتهى السهوله. بعد كده هنجيب الكوبايه بتاعتنا، ولو عندنا في البيت صوص شوكولاته ممكن نجرنش كده بشويه صوص شوكولاته من على الجنوب، يعني نزوق الكوبايه كده علشان لو جالنا ضيوف ولا حاجه. بعد كده هنجيب النسكويك البارد وهنقلبه كده وهو في الخلاط شويه، وهنقوم نازلين كده بالراحه. طبعا هو نازل، طبعا الطعم ما اقولكوش، الريحه، الجمال، العظمه كلها. كل الناس بتحب النسكويك البارد اللي هي الشوكولاته البارده. بعد كده هنجرنش كده، نزوق الكوبايه بشويه كاكاو من فوق الوش او نسكويك حسب اللي موجود عندنا. انا بسهل يعني انا بسهل المسائل ليكوا خالص، بسهل المشروبات خالص علشان نعملها بأقل التكاليف وبأقل الخامات اللي عندنا، نقدر نطلع منها مشروبات جميلة قوي. اللي ما اشتركش في القناة يا ريت تشتركوا بسرعة، وما تنسوش بقى تعليقاتكم الجميلة اللي بتزيدني شرف، واحلى على الاحلى. وبس كده خلاص، مع السلامة.